السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد بالقناة. راح أبدي أسوي سلسلة شروحات أشرح لكم عن بوبجي، وعلى أي شي تحبون تكتبولي بالتعليقات، يعني تقوم أشرح لكم. مثلا أول شي أريد تشترك بالقناة، من لا تشتركون هذا الجرس تفعلوه، من لا تعلق لي بالموبايل راح يصير هذا أحمر، ثاني باللابتوب من لا تعلق. شي تحبون أشرح لكم مثلا، وأي شي عندكم مشكلة إن شاء الله أحلها لكم. اليوم مشكلتنا ويا هذا اللي يكمبر هنا على الدرج بالعمارة العالية. خوش، إذا جيت منا أريدك توقف لي هنا توقف، وإذا جيت مناش نفس الحالة هم توقف ورا هذا الحائط. أوردي هنا راح على الأغلب هنا تلقاه مكمبر ورا الدرج. فشون تكتله؟ يعني قلت شلون. أول شي ريدك تختبر اللاعب، تشوفه قوي لو مو قوي، محترف لو نوب. تحاول تعبر هنا، يعني من هذا الباب لذاك الباب. إذا رماك فهذا شوية يعني يلعب، إذا ظل مكمبر فأنت تحاول إن تشوف قوة اللاعب. بس إذا ضربك اضربه، على الأغلب ما يدمجك إذا عبرت من هنا لهناك، ما يلحق. زين، فشون تبشله؟ منها صعب تبشله. إذا مشيت هنا، إذا عبرت راح يطلع يكتلك، بس هسه حاليا ماكو أحد. فأريدك تسوي جامب، تقمز من هنا لهنا. زين، من هاي الخطوة تقمز هنا، راح تشوفه وتسيطر عليه، يصير عندك فرصة إنه تبشله. أي، وإذا عندك شريجان بعد أحسن، تحمس الشريجان. هذا هنا هذا المكان مدمر العالم، يعني صعب تبشله. أما باقي الأماكن فسهل، بس هذا المكان يعني إذا واحد محترف يسيطر عليك، صعب تقتله. فهنا ما كانوا مكمبرين، سمعتهم يتحركون فقلت أبش. دائما إذا تبش والمقابلك يتحرك لك فرصة إنه تواجهه، أما إذا مسيطر ومكمبر فصعب، فلازم أنت هم شوية تنتظره. هنا يتحركون هم، أريدك دائما تضرب فري فاير. فري فاير مهم، تسيطر حتى إذا مكمبر تسيطر، أنت تسيطر عليه. فري فاير يعني تضرب بالسلاح قبل لا تشوف الخصم تضربه. هنا طبعا سمعت تجمز، فضربته فري فاير حتى ما يلحق، إذا يطلع قبل يتناوك، بس واحد وراي فما قدرت أقتله، بس دمجته. أحاول هنا أسيطر، أرجع أسوي ريلود. هم طبعا أكثر من 2 يمكن، فأريدك تشوف كم واحد بالعمارة. أول شي شوفوا سويت هاي الحركة هم حلوة، دائما تبيك تنتظره يفتح الباب، أول ما يطب راح تدمجه وتناوشه. بس إذا ما بشلك فأرجع، مثل ما تشوفون هسه راح أرجع. رجعت. طبعا أكثر من لاعب، هو واحد جوا همنا بش 3 هم. مثل ما تلاحظون هنا بالخريطة 3 رجال، 1 2 3. هذا وبالعمارة اللي بصفي همين اكو ناس. فما هو هنا اغلب اللاعبين يجون عماير، فصعب المواجهات. هنا انتظر يبشون، لان ما اقدر ابش. انا اذا ابش هم مسيطرين، انا واحد هم اكثر من واحد، فصعب. الافضل انه تنتظر.
هذا من جماعة الحشيش، حاول يروح هناك بالحشيش يكمبر أو بس أني يعني جبته، فأنتوا دائما اعتمدوا على السماعة، سمعتم. هذا هم طار، هسه هم بشوا مثل ما قلت لكم، تفتح سكوب إذا بش صيدر. شوف ذولا ما راح يبشون بس. شفتوا ايش سويت؟ بس هذا ما اجى قبل، كان دي يسوي دوج فالإيم يضيع بالدوج. وبالتصوير همنا إذا أتصور أني يضعف المعالج مالتي، يضعف مع الآيباد، فاللاعب ما يتدمج. هاي لو ما مصور كنت منوكه، بس مثل ما تلاحظون الجد ما أضرب ما يتدمج. هاي مشكلة من تصور المعالج يضعف عندك والفريمات تقل، فجهازك يقوم ما يدمج، دمج وهمي يصير عندك. وأنا البنج همينه وهمي. دول طبعا يلعبون، شفتوا يعني المقابل يلعب لين سوى جمز، هاي الجمزة تضيع عليه. لو طالع لاني كان منوشني، بس رجعت كفر اخذت. سويت اني هنا ضربت فري فاير قبل لا اشوفه، نوشت واحد وهذا الثاني ويا البيك. من تبيك ايمك راح يصير سم يعني قوي. نوشت اثنين. حلو حلو. احاول افنشهم، اذا عندك فرصة تفنش فنش، لا تخليهم يرجعون وياخذون كفر وبعد صعب تفنشهم، واحتمال يرجعون يريفون، فاحنا ما نريد هالشي. شوفوا اللاعب يعني لين يضيع بالتصوير. فعلى الأغلب تشوفوني أنا أقطع على القناة، لأن هسه حاليا اللعبة يعني مساحتها، لأنه آخر تحديث الآيباد مالته آيباد 7 صار ما تنلعب اللعبة عليه. عندي لاج قوي حيل تقطيع، فما أقدر أصور لكم بدون تصوير ويصير عندي تقطيع. فمساحتها، وهسه أحاول أرجع أثبتها بلشي المشكلة تنحل، أو إن شاء الله أشتري آيباد غيره إذا الله راد. طبعا هنا حبيبي والله يمكن متت. أي واللي هنا نوصل لنهاية الشرح. أتمنى عجبكم الفيديو، ولا تنسون كتبولي بالتعليقات شو تحبون أشرح لكم مثلا عن البوبجي، عن مشاكلكم بالبوبجي مثلا، مشاكل عندكم لاج عندكم. إن شاء الله أحاول ألقى لكم حل، أو أوريدي أنا أعرف يعني المشاكل، أغلب مشاكل أعرفها حاليا. في الفيديو الجاي راح أرد على تعليقاتكم. وهذا هو، وصلنا لنهاية الفيديو. دمتم على خير والسلامة، مع السلامة.